بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإحسان، والإحسان بمعناه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الخلق العظيم الذي يبعث في الإنسان خلقا عظيما منه ألا وإنه الإتقان، وذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون فأحسن صنعه، فهذا الكون بما فيه من مخلوقات وبما فيه من صنيع الله سبحانه وتعالى وخلقه كله متقن، فلا تجد في هذا الكون شيئا إلا وقد أحسن الله سبحانه وتعالى صنعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان وأمر بالإتقان في كل شيء من هذه الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. فإذا كان الإحسان والإتقان في أبشع ما يكون في هذه الدنيا من القتل أو الذبح، فما بالنا في أعمالنا ومعاملاتنا، فما بالنا في أعمالنا التي نؤديها إلى الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وقيام وزكاة وإحسان وبر وإخلاص بالنية لله سبحانه وتعالى. جاء رجل ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى والثانية، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والله يا رسول الله إني لا أحسن غيرها، أي لا أتقن غيرها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرشد وعلم هذا الرجل الذي لم يتقن غير الصلاة التي يعلمها. وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا. فكان ذلك الإحسان لا يتوج إلا بالاطمئنان. فنسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على طاعته بإتقان، وأن يعيننا على هذا الشهر الكريم المبارك أن نؤدي صيامه وقيامه وعباداته بإتقان وإحسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.